بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصفة اليوم عبارة عن خبيزات، والله كما نقولوا فطائر مورقين خفاف هشاش اقتصاديين، تعملوا كمية كبيرة بمكونات قليلة، يليقوا للعائلة اللي عندها بزاف أفراد ويحبوا المملحات هذه المقرمشة. هذه الوصفة لكم، تفضلوا معايا المكونات. أنا هنايا درت كيلو فرينة، ضفت نصف ملعقة خميرة خبز، نصف أو أقل من نصف، وملعقة سكر، والملح طبعا حسب الرغبة. عندي هنايا من 140 غرام زبدة مورقة، زبدة التوريق، كرفجتها في هذاك الدقيق في هذاك الفرينة عفوا، ودخلتها مليح في الفرينة، وزدت نصف كاس زيت وبياض بيضة والصفار باش ندهنو به من فوق. دخلت هذاك الزيت مليح في الفرينة وزدت ملعقة خل، والآن نبدو نبلو بالماء، ماء بارد عادي، نبلو بحيث نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة، عجينة متماسكة. نفتحوها مليح، ومن بعدها نديرو شوية نشا باش نديرو عملية توريق أيضا، نطووها على 3 كما راكم تشوفوا، ونعاودو نحلوها، ونعاودو نديرو شوية نشا، ونعاودو نطبقوها كما راكم تشوفوا على 3. خلاص هذه هي. نفتحوها دركا ونقسموها ونبدو نخدمو الخبيزات نتاعنا أو الفطائر نتاعنا المورقة. الفطائر يجو روعة كيما الكوكا يجو، بصح ما يجوش كما يقولوا يقهموا، تقدروا تاكلوا من 1 2 3 بلا ما تحسي بالشبع، لأنهم فيهم كمية قليلة من الزبدة. تفتحي وتشكلي الكوكا نتاعك. أنا هنايا الحشو حسب الرغبة، أنا درت هنايا شوية هريسة، درت الصوص نتاع طماطم وثوم وبصلة، طيبتها مع شوية فلفل حلو، مع شوية طماطم حب وشوية طماطم مصبرة، طيبتهم كما راكم تشوفوا. هذم هما الصوص اللي درتها. أما أنتم الحشوة كما تحبوا ديروا دجاج طون. أنا درت حشوة بسيطة، هذا اللي كاين عندي. شوية بيض مغلي أيضا كرفشتو، وشوية فرماج رابي جبن مبشور. تحبوا تزيدوا الزيتون، تحبوا تزيدوا واش تحبوا تزيدوا زيدوا، كل واحد حر في الحشو. ديريكت طيبيهم، ما يستناوش ما يخمروش، دهنيهم بالصفار البيض هذاك مع شوية حليب ولا قهوة، وطيبيهم. شوفوا الله يبارك، الكمية جاتني وفيرة الحمد لله. كفات أفراد العائلة نتاعي كلاو وفضل، جاو روعة، محمرتهم مليح، أنا نحبهم محمرين. شوفوا جاو مقرمشين راكم تشوفوا كيفاه. والله جاو روعة. أنا ولادي عجبوهم، وهذيك هي الفائدة كي ولادك تعجبهم الماكلة نتاعك. وجربوهم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.